قصة حصلت معايا في ثانوية عامة وحابب إن أنا أحكيها معاكم. في ثانوية عامة زي أي طالب كنا بنذاكر طول السنة وخلاص قربنا على شهر 5 وكانت امتحاناتنا في شهر 6. خلاص اللي عارف شهر 5 ده هو شهر المذاكرة والمراجعة النهائية وكل تفصيلة وكل يوم فيه بيفرق عن اليوم اللي قبله. علشان أفاجئ في يوم من الأيام وأنا براجع المادة العربي بإن في ورم في رجلي الاتنين، كان مجرد احمرار بسيط في الأول، فأنا قلت دي حاجة بسيطة ممكن أكون اتخبطت أو حاجة وحطيت تلج عليها وكملت بعد كده مذاكرة باقي اليوم، لغاية لما بالليل الورم زاد في رجلي وانتشر أكتر ورجلي حرفيا ما بقتش قادر أمشي عليها من كتر الألم. رحنا تاني يوم كشفنا طبعا بسرعة علشان ألحق أحل المشكلة دي علشان أعرف أذاكر، لأن خلاص ثانوية عامة قربت وكان لازم إن أنا أذاكر في الوقت ده. رحت للدكتور وراح قال لي ده التهاب في الأربطة نتيجة إنك وقعت، فأنا قلت له بس أنا قاعد في البيت ما بذاكرش، فأنا هقع منين أو هتخبط منين؟ وهيجي لي منين التهاب في الأربطة؟ المهم الدكتور أصر على رأيه وقال لي خد الأدوية دي وهتخف على طول. طبعا أخدت الأدوية ومفيش اي نتيجه حصلت. بعدها بيومين لقيت الورم زاد اكتر واكتر وكمان اثر على المذاكره بتاعتي، فرحت للدكتور تاني وساعتها راح شخصني التهاب خلوي. اللي ما يعرفش الالتهاب الخلوي ده عباره عن بكتيريا بسيطه بتصيب الجلد وبتخلي فيه احمرار وتورم والم شويه. المهم الدكتور فعلا اداني علاج وخدت العلاج ومشيت عليه والورم خف تماما وقدرت ان انا ارجع لمذاكرتي، بس الدكتور راح قال لي وقف المضاد الحيوي ودي كانت غلط من الدكتور. المهم انا خلصت وكملت مذاكره في شهر 5 وكأن شيئا لم يكن، علشان افاجئ في شهر 6 قبل امتحان العربي ب5 ايام الورم رجع تاني في رجلي. ساعتها بقى خلاص ما اهتمتش، انا داخل على امتحان ثانويه عامه، اول امتحان كان لغه عربيه، فالموضوع اصلا ما كانش مستحمل ان انا افكر لا في علاج ولا ان انا انزل اصلا اكشف، كنت محتاج كل ساعه وكل دقيقه ان انا اذاكر فيها. بس ما اهتمتش، دخلت امتحان اللغه العربيه وبعد كده امتحان الانجليزي بعد كده امتحان الفرنساوي، ويوم الخميس قررت ان انا اكشف تاني. كان ساعتها الورم يعني اتمكن من رجلي اليمين شويه وكان بدا في رجلي الشمال. رحت للدكتور ثالث مختلف عن الدكتورين اللي فاتوا وراح قال لي لا ده مش التهاب خلوي، ده مش التشخيص اللي فات، الدكتور اللي فات شخصك غلط، انت مرض تاني، وراح اداني علاج خفيف جدا ما فادنيش باي حاجه. المهم الماده اللي بعد كده كانت الفيزياء. يوم الخميس لما رحت كشفت ضيعت باقي اليوم، فالفيزياء كانت يوم الاحد، فانا صحيت الجمعه الصبح قدرت اذاكر شويه من الفيزياء، لكن بعد كده من اول الجمعه مثلا على الساعه 5 او 6 المغرب رجلي الاثنين ورموا وانا مش قادر اعمل اي حاجه. الم سواء اذا كنت قاعد واقف حتى نايم على السرير، الم احباط، مفيش اي حاجه نافعه مع رجلي، حرفيا قاعد على السرير. يوم الجمعه الباقي كله ما ذاكرتش اي حاجه. يوم السبت الصبح طبعا كنت في حاله نفسيه سيئه، البيت عندي بيفكر اصلا ازاي اجل لي امتحان الفيزياء وخلاص ظروف اقوى، طب هيروح الامتحان مش هيروح، كل ده كان قلق يعني. المهم لغايه السبت الساعه مثلا نقول 12 واحده وانا لسه على السرير زي ما اتحركش، لغايه لما جيراني فوق نزلوا، كان فيهم حد جارتي كان شاطر قوي في الفيزياء، فبدات تمسك معايا كتاب، بدات طب نجرب نذاكر كذا، طب نجرب كذا، طب بتسمع لي، طب بدات افتكر، بدات بالعافيه اذاكر ده تاني لغايه لما في دكتور رابع جالي البيت على الساعه 6 يوم السبت. انا فاكر المواعيد دي طبعا ان الموقف كان لا ينسى. يوم السبت الساعه 6 بالليل الدكتور جالي البيت، كشف عليا، قال لي فعلا ده التهاب خلوي، اداني كميه ادويه وحقن كتيره قوي قوي قوي، لدرجه ان انا اخدت يمكن 5 أو 7 ادويه على طول بعد ما الدكتور مشي. المهم خلاص بقى امر واقع ان انا همتحن بكره، فبدات اشد حيلي على قد ما اقدر من الساعه 6 لغايه الساعه 12 بالليل، بالعافيه رحت قاري الفيزياء مره تاني وقدرت ان انا اكمل اللي ناقصني كقرايه او كمراجعه سريعه ليله الامتحان. وافاجئ الساعه 12 ان انا مدروخ شويه وعايز انام، وتقيس لي والدتي الحراره وتبقى 39 ونص. 39 ونص، رجلي الاثنين وارمين، انا مش قادر امشي. في يوم تقريبا او يوم ونص ضاعوا في المذاكره والامتحان بعد 9 ساعات. اخدت برشام خافض للحراره ودخلت انام، والدتي قالت لي هتصحيني الفجر الساعه 4 او الساعه 5 عشان الحق اراجع اي حاجه تاني. الساعه 3 الفجر والدتي بتقيس لي الحراره تاني تتاكد من الحراره بتاعتي، والمفاجاه كانت 40 درجه حرارتي 40 في اليوم اللي قبل الامتحان، مش اليوم، في 6 ساعات من قبل الامتحان. رجلي الاثنين وارمين، حرفيا مش هقدر امشي اصلا عشان اتحرك للامتحان، زائد ان مذاكرتي ما كانتش اقوى حاجه في ليله الامتحان. طبعا دمار نفسي ما بين اكمل مش هكمل. سبحان الله حقيقي في الوقت ده اللي ألهمني إن لأ، ربنا معايا، ربنا مش هينسى التعب اللي أنا تعبته والدموع اللي أنا بكيتها والإرهاق اللي أنا أرهقته لنفسي طول السنة، مش هينسى كل ده وهيضيع تعبي بسبب إن يوم ما ذاكرتش كويس. يعني اليوم ده ليلة الامتحان، بس أنا كان عندي ثقة في ربنا، كنت واثق إن ربنا مش هيسيبني وهيكلل تعبي بالنجاح. المهم خدت خافض تاني للحرارة الساعة 3 الفجر ونمت، صحيت الساعة 4 ونص، أنا ماشي في البيت بكرسي بعجل، أنا مش قادر أمشي خطوه واحده، بالعافيه حرارتي اتظبطت شويه، بدات اراجع تاني والى اخره لغايه ما رحت اللجنه. انا فاكر الموقف ده كويس، والدتي بتقول لي طب حد يسندك بس من باب المدرسه لغايه اللجنه، انا قلت لها لا، انا قلت لها انا هطلع واتحدى نفسي
وهوصل لغايه فوق، لغايه مكان اللجنه، وهخش وهحل كويس ان شاء الله، هجيب درجه كويسه. وقد كان فعلا، طلعت السلالم سلمه سلمه، وانا بقول لنفسي ولا حاجه، انا ذاكرت السنه كلها، انا مش محتاج حرفيا يوم او نص يوم علشان اذاكر، انا كان قدامي سنه كامله وذاكرت فيها كويس قوي، وواثق في نفسي كويس قوي. طلعت وتحديت نفسي لغايه لما وصلت اللجنه، دخلت وقعدت والامتحان جه حليته. كان امتحان ثانويه عامه 2017 في الفيزياء، كان برضو ما كانش الامتحان السهل، كان افكاره جديده، بس الحمد لله بسبب ان ربنا ما سابنيش، بسبب ان كنت مذاكر كويس فيزياء في خلال السنه. كنت بتابع من كذا مصدر، كنت بذاكر كويس قوي، ده اداني ثقه شويه في الامتحان، اداني هدوء وانا في اللجنه، فعرفت احل كويس. طلعت من الامتحان الحمد لله راضي عن اللي انا حليته، ويمكن ده كان سبب من الاسباب اللي خلتني اقفل الفيزياء واطلع التاني على المحافظه في ثانويه عامه، واخش دلوقتي كليه طب، وخلاص في سنه 6 وقربت اتخرج، طالع كل سنه بامتيازات الحمد لله. ايه المغزى من القصه دي؟ المغزى ببساطه شديده جدا، ما تيأسش، يعني ما تقولش مثلا دلوقتي احنا في شهر 3 فخلاص انا ضعت، انا مش هقدر اكمل، انا انتهت خلاص رحله الثانويه عامه بالنسبه لي. بالعكس، لسه بدري، حتى لو في يوم فارق هتقدر انك تذاكر فيه وهتعوض فيه. انت تعبت الفتره اللي فاتت، انت اكيد ما بتلعبش بقالك 6 شهور، او ما بتلعبش بقالك كمان 9 شهور، في ناس بادئه من شهر 6 او شهر 7، فما تقلقش، ربنا مش هيسيب تعبك. ثق في نفسك، ثق في مذاكرتك، حتى لو انت يبان انك مش واثق دلوقتي، يبان انك مهزوز، يبان انك مش فاكر اي حاجه، ولكن ثق انك بذلت مجهود، المجهود ده عمره ما هيضيع في الارض. حتى لو انت ذاكرت يوم واحد، فاليوم ده هيأتي بثماره قدامك. بس فدي كانت حكايتي في ثانويه عامه، حبيت احكيها معاكم علشان اقول لكم ان مفيش حاجه مستحيله طالما انت واثق في نفسك، واثق في مذاكرتك، واثق في ربنا، مفيش حاجه ان شاء الله مستحيله عليك. شدوا حيلكم، ان شاء الله كلكم هتحققوا اللي انتوا عايزينه في الثانويه. شكرا.